السلام عليكم يا شباب، اخباركم معانا ايه؟ احنا ان شاء الله النهارده هنبدا مع بعض سلسله جديده للعبه جديده، لعبه ماينكرافت. وان شاء الله آم، طبعا مش هنوقف اللعبه التانية، لعبه ليج اوف ليجند هنكمل عادي مفيش مشكله. بس انا من زمان انا نفسي ابدا لعبه ماينكرافت دي، عشان بصراحه انا بحب العبها. لعبه ماينكرافت بقى لها سنين، احنا النهارده في النسخه 1.8 اعتقد نسخة 2 قربت، ولو ان 1.8 لسه نازلة يعني، بس ان شاء الله خير. لعبة ماينكرافت لعبة ساند بوكس، يعني العالم بتاعها مفتوح او الارض بتاعتها مفتوحة. كل ما تمشي كل ما الارض بتتعمل معاك، الجهاز بيعمل لك ارض جديدة تعمل فيها اللي انت عايزه، تروح يمين تروح شمال تعمل اللي انت اي حاجة انت عايزة تعملها. المهم، اللعبة ليها ثلاث اختيارات لما تفتحها: سنجل بلاير لو عايز تلعب في أرض لوحدك، أو مالتي بلاير لو عايز تلعب سواء على شبكة داخلية أو على الإنترنت مع سيرفرات اللعبة. وهنا السيرفرات اللي عاملاها الشركة نفسها بتاعت اللعبة، اسمها مون جانج تقريبا. والاختيارات طبعا وازاي نروح. احنا هنبدأ مع بعض سنجل بلاير عشان هنعمل أرض لوحدنا نلعب فيها، نتعلم فيها كل حاجة بتاعتنا. لو في اراضي متسجله هنلاقيها متسجله كلها هنا. هنبدا مع بعض ونعمل كرييت عشان نعمل واحد جديد هنسميه ان شاء الله اردور. تمام. وفي ثلاث انواع لو احنا بنعمل عالم جديد. في ثلاث انواع للعالم هنا اهو هيبانوا: 1 2 3. اول عالم السرفايفر، او يعني اول نظام لعب السرفايفر. ده هو بيقول لك انت عيش حياتك، تقدر تعيش. حتى هو كاتب هنا اهو ان في موارد وفي كرافتنج انك تنشئ الحاجات، وفي ليفلز مستويات، وفي الهيلث بالنسبه لك ان انت ليك صحه او ليك دم، يعني دم بينقص وبيزيد، وليك هانجر بتجوع ولما تاكل تشبع وكده. السرفايفر ده هو النظام اللي تقريبا كلنا بنلعب عليه عشان هو يعتبر النظام بتاع اللعبة. في هنا هارد كور. هارد كور نفس النظام بتاع السرفايفر، بس مشكلته ان هو على اقصى درجة صعوبة. هنبقى نتكلم على درجات الصعوبة ان شاء الله واحنا جوه اللعبة. وفي نفس الوقت بيديك حياة واحدة بس لو انت بتلعب على سرفايفر. لو مت عادي بيطلعك تاني، الحاجة اللي معاك بتروح، بس بيطلعك تاني في مكان تاني وتكمل نفس الجيم عادي، ما فيش اي مشكلة. لو باني بيت، لو عامل مكان، لو كل حاجة بتلاقيها موجودة زي ما هي. المهم لو عملت هارد كور، لو مت خلاص الجيم اتلغى، كل الارض اللي انت كنت شغال فيها بتتمسح من على الجهاز، ما بتعرفش تجيبها تاني. المهم النظام الثالث كرييتيف دوت. بيديك كل الامكانيات، بيديك كل حاجه، ما فيش حد يقدر يضربك، ما تقدرش تموت. بيديك كمان كل الموارد. الهدف منه ان انت تقعد تبني حاجات، تخترع اختراعات جديده، تعمل حاجات خاصه بيك انت. اشكال على حسب بقى، ممكن في ناس بتعمل مباني، في ناس بتعمل يعني على حسب. هنبقى نتكلم على الكريتيف لوحده بعد كده، بس احنا النهارده هنبدا مع بعض في السرفايفر النظام العادي بتاعنا. في هنا اوبشنز لو احنا عايزين ندخل نغير الاختيارات. هنا بنكتب السيد ان شاء الله. بعد ما ابدا الماب الارض واشتغل هحاول اجيب السيد، وبحيث انت ممكن تكتب السيد هنا تبدا تلعب في نفس الارض اللي انا بلعب بيها. عشان طبعا كل مره بتعمل وورلد جديد او بتعمل ارض جديده، مفيش اساسا ارض زي التانية، كل واحده بتبقى بمزاجها. بس انت لو خدت السيد، لو كتبت له السيد هنا هيطلع لك نفس الارض اللي احنا بنتكلم عليها. هنا في جنريت ستراكشر لو انت عايزه يطلع لك المباني، هنبقى نتكلم عن المباني بعد كده. في مباني هو بيعملها لك لوحده. وده نوع العالم، هم انواع كتير بس احنا مش هنخش فيها في تفاصيل. المهم ان احنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنقول ضم عادي، وهنقول كرييت نيو وورلد، وهنسيب الجهاز يعمل. هي لعبه مساحتها مش كبيره، حوالي 300 ميجا، بس بتاخد من الموارد بتاعت الجهاز بتاعتك، من الفيجا، من البروسيسور كتير، وبتاخد وقت عشان تشتغل. عشان هي طبعا بتحتاج جافا سكريبت. يعني لو دخلنا على موقع اللعبه ان شاء الله هسيب لكم موقع اللعبه تحت الفيديو، بحيث لو حد عايز يتعرف على اللعبه جديد. اهو بدأنا. السما طلعت اهي، ادي الارض، فراخ كويس جدا. المهم ده المكان اللي احنا بنطلع فيه، مكان عشوائي. يعني يفضل ان انت تسيبه واقف في مكانه شويه لحد ما العالم يتكون او الارض تتكون من حواليك. هو اللعبه بتكون الارض وانت ماشي، عشان كده يفضل ان انت تسيبه. اللي قدامنا دي الشمس، دي تعتبر اهم حاجه بالنسبه لنا النهارده، عشان احنا النهارده هنتعلم ازاي نقضي الليل. لان اول ما الشمس دي بتوصل للناحيه التانية بتلف اللفه دي كلها وتنزل هنا اهو في الغروب. اول ما الشمس تغرب بتطلع كائنات متوحشه، والكائنات دي بصراحه مش هنقدر نتعامل معاها دلوقتي. لازم يبقى معانا اسلحه، ولازم يبقى معانا دروع،
عشان نقدر نحارب الكائنات اللي بتطلع دي. فاحنا دلوقتي مهمتنا ان احنا قبل ما الشمس تطلع تاخد مشوارها وتغرب، نكون احنا وصلنا للحاجات اللي احنا عايزين نعملها النهارده، عملنا الموارد الاوليه، عملنا مكان نستخبى فيه عشان نقدر نعيش ونكمل اللعبه معانا. اول حاجه بالنسبه لنا في اللعبه ان احنا نلاقي شجر، واحنا ما شاء الله طالعين في وسط كميه شجر لا باس به. ولكن انا شخصيا عشان الحته اللي انا واقف فيها دلوقتي، المربع اللي انا واقف عليه ده، ده السبون بوينت، النقطه بتاعتي. لو متنا جوه اللعبه هيرجعنا تاني في نفس النقطه دي، فانا بحب اعلمها عشان ابقى عارف انا علاقتي فين بالمكان. حاليا عشان احنا ما عملناش حاجه، يعني لسه ما معناش مواد نبني بيها، هعلمها مجرد علامه صغيره بالارض. الارض اللي احنا عليها دي ديرت، ارض عادي جدا. لو دوسنا عليه بالزرار الشمال مش هيحصل حاجه، الماوس باليمين مش هيحصل حاجه. عشان تكسر اي بلوك في اللعبه كلها، هي اللعبه عباره عن مجموعه بلوكات زي ما احنا شايفين كده، بنقف على بلوك بيعلم لنا عليه بالاسود. اي بلوك عشان يتكسر بندوس عليه ونفضل دايسين لحد ما يتكسر، بندوس بالشمال ونفضل دايسين. تمام. عشان نطلع هننط عادي بالمسافه. تمام. انا بس معلش هكسر بلوكين كده بس بسرعه. كفايه دول. انا هنط واحط البلوك، هنتعلم تقنيات الحط بعد كده تقريبا. بس كده تمام. انا بس بعلم المكان اللي انا طالع فيه عشان بعد كده اعرف ارجع له تاني. المهم هنا في ما شاء الله دي فراخ، ده خروف كويس قوي. طيب تعالوا نشوف اقرب مجموعه شجر. دي اقرب مجموعه شجر لينا. بنتحرك عادي بزراير الكيبورد اللي احنا متعودين عليها. الدبليو بيمشينا لقدام، الاس بيرجعنا لورا، الاي بيمين والدي الاي شمال والدي يمين. زراير الكيبورد العاديه. المسافه هي اللي بتخلينا ننط. تمام. الشيفت بيخلينا ما نقعش، يعني احنا ماشيين كده، طول ما احنا ماشيين قدام هو بيقع عادي مفيش مشكله. ده ارنب كويس قوي ماشي. الشيفت لو احنا دوسنا على الشيفت وفضلنا دايسين ومشينا لقدام، لا بس انا عايز حته نبقى باين فيها اللي انا بقوله ده. تعالوا هنا في الحته الفاضيه دي. ايوه. لو دوست شيفت وفضلت ماشي مش هقع من على الحافه. طالما انت دايس شيفت خلاص مفيش اي مشاكل بالنسبه لنا ان انت تقع لو انت مثلا على سطح جبل ولا حاجه، واحنا لسه مفيش جبال ظهرت لنا بس خير. طيب تمام. دي اشجار كبيره شويه. هو الانواع الخشب انواع كتيره هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده، بس احنا دلوقتي الهدف بتاعنا عشان تقريبا الشمس وصلت نص السماء واحنا كده هنضيع. لازم نجيب خشب. انا هجيب الشجر الصغير عشان ده اللي هنعرف نجيبه بايدينا الفاضيه. تمام. سوري، انا في حاجه نسيت اقولها قبل ما نجيب الخشب. عشان نفتح الشنطه بتاعتنا بنفتحها بزرار الاي. لو فتحنا بندوس على الاي يفتح لنا الشنطه بتاعتنا. دي الشخصيه بتاعتنا. هو في شخصيتين اللعبه، في ستيف راجل وفي اليكس بنت. هو المره دي بادئ معايا بالبنت مش مشكله. ده المكان اللي بنلبس فيه دروع لو عايزين نحط دروع. هنا الكرافتنج بنحط شويه حاجات مع بعضها، هنتعلم الوصفات كلها بتاعت اللعبه وتدينا هنا حاجات نستخدمها. دي الشنطه بتاعتنا، كل الحاجات دي الشنطه اللي احنا شايلينها على ظهرنا، ودي الحاجات اللي ممكن نمسكها في ايدينا بسرعه. بتاخد الزراير بتاعه الكيبورد من 1 2 3 لحد 9، بحيث لو انت عايز بسرعه وانت ماشي كده بتدوس على 3 مثلا بيجيب 3، بتدوس على 1 بيجيب 1 وهكذا. الفكره بس في ان انت لو فتحت الشنطه اللعبه بتفضل تلعب عادي مفيش مشكله. فلو مثلا وحش بيطاردك ولا اي حاجه من الحاجات دي هتلاقي ان لازم يبقى الاسلحه في ايدك عشان تعرف تجيبها على طول. انا بقى هنكسر الشجره بان احنا ندوس على الخشب ونفضل دايسين لحد ما تتكسر. الشجره اللي بعدها والخشبه اللي بعدها. هي الشجره بتتكون من مجموعه بلوكات كده، هي اللعبه كلها مكونه من بلوكات وبعدين نكسر دي. لازم نخلص في حاجه غلط عندي. ايوه لا خلاص معلش كانت معلقه شويه. لازم نخلص الخشب اللي ماسك في الورق ده عشان الورق يقع. الورق لما بيقع بيدينا سابلينجز دي اللي هي زي نبتات كده. النبته الواحده بتطلع لنا شجره تانية بعد كده لو زرعناها وسيبناها كام يوم عشان الشجر اللي عندنا في العالم ما يخلص. يعني احنا طبعا حاليا ما شاء الله الشجر كتير ومش محتاجين منه مشاكل، انما احنا لازم نعمل حسابه بعد كده ان احنا يبقى معانا شجر. احنا حاليا عشان لسه اول يوم مش لازم نركز. انا بس عايز اجيب مثلا 16 واحدة مثلا نبدأ بيهم. انا خدت سابلينج كويس. هو تقريبا انا مش عارف الاحصائيات بس
كل مثلا 15 واحدة تقريبا او 10 وحدات، انا مش عارف الارقام، بس انت لو كسرتهم هاي في وحدات بتديك سابلينج. السابلينج دي اهي اللي هي ال- ال- النبتة دي احنا بنحطها، وكويس بما ان احنا بنحطها بقى نشرح ازاي بنحط الحاجة. لو جبنا رقم 2 اهو بقت في ايدينا النبتة اهي، باينة على الجنب، باينة على الجنب اهي النبتة. لو عملنا كليك يمين يطلعها لنا يحطها، لو دوسنا عليها بالشمال بتروح. الحاجات اللي هي ماهيش بلوكات يعني بتدوس عليها بالشمال بتطلع خلاص مفيش مشكلة، انما البلوكات لازم تدوس وتفضل دايس عشان يطلع. تمام. ده الفيرت نطلع حساب من بره من واحد ونكمل عشان اليوم قرب يخلص. لا لسه بدري الحمد لله. طيب اجيب انا الشجرة دي، انا محتاج 16 حتة خشب مبدئيا يعني، هو مش لازم رقم 16 بس انا محتاج اجيب 16 حتة خشب عشان يعملوا لي 64 بلوكاية هنعملهم مع بعض. جميل. طيب حلو قوي. طيب احتياطي برضه عشان احنا ممكن، انا مش شايف جبال حوالينا، لا جبل هناك لا بعيد قوي. احتمال عشان برضه ما نبقاش محتاجين، ما نلاقيش فحم، نجيب خشب زيادة عشان نعمله فحم. اهلا وسهلا. دي جاموسة رزقها جابها فوق جوه الشجرة، وانا هسيبها جوه الشجرة مش دعوة بيها. معلش بعد اذنكم كده بس عشان اجيب دي. ده 20 24 بتاع خشب حلوين اوي، يكفونا ان شاء الله لحد بكرة اما النهار يطلع تاني. احنا هنحتاج حاجات من دي عشان ناكل لما نجوع، بس احنا لسه انا اسف ما شرحتش الجوع. نقف هنا ندوس ايه ونشوف. ده شريط الجوع بتاعنا بينقص واحدة كده لحد ما يوصل للآخر. لو نقص للآخر دمنا بيبدأ ينقص كأننا هنموت من جوع يعني. لحد ما الدم بيقف على نص على نص قلب. هو دم ما بيموتش من الجوع يعني، بس واقف على نص قلب، فيعني لو حد زقك هتموت يعني. تمام. طيب دي المكان بتاعنا، انا بحب ارجع له كل مرة عشان ابقى مسجله لو انا معلش عطل هنا. ثواني كده بس اجيب شوية ديرت عشان ممكن نحتاجهم، وبالمرة حدد الايه البلوك بتاعنا. بس بقى انت جاموسة غلسة، مش عارف الحيوانات دي غلسة ليه. المهم تمام. طيب نبص نشوف حتة نستخبى فيها، محتاجين مكان نستخبى فيه. احنا ممكن نستخبى زي ما احنا يعني مش هنعترض كتير. احنا محتاجين نعمل لان خلاص الشمس بدأت تغرب اهي، محتاجين مكان يبقى المكان بتاعنا مقفول علينا، لان احنا لو في العالم المفتوح دوت هتطلع لنا الوحوش تبهدلنا. فاحنا ممكن نعمل حركة كويسة، ننزل هنا عند مستوى المية، مستوى المية ده ونشوف. انا بحب امشي شوية هندسي. تقريبا هو ده البلوك، هو ده البلوك اللي قصاد البتاع. تمام. احنا كده على مستوى المية، وتعالوا نعمل نفسنا حفرة. جميل. طيب بما ان احنا وصلنا للبلوكات للطوب، نتكلم بقى في الموضوع دوت. احنا مش كل الانواع البلوكات اللي موجوده في العالم بنعرف نكسرها بايدينا الفاضيه هو طبعا احنا نعتبر بايدينا الفاضيه لان احنا في ايدنا حته الخشب يعني. لازم نعمل ادوات عشان نكسرها. طيب عشان نعمل ادوات هنعمل ايه؟ هنقف هنا في حته فاضيه ونفتح الشنطه بتاعتنا. هناخد ده الخشب بتاعنا، بندوس عليه بالشمال عادي بيتحرك من مكانه، بيتشال ونحطه في اي مكان. لو حطينا الخشب هنا، الواحدة من دول هتعمل 4 خشبات بلوكات خشبية يعني. الواحدة لو حطينا واحدة بس بنحط واحدة بس، بندوس باليمين نحط واحدة بس بتدينا 4. طيب انا كل اللي هعمله هاجي هنا اهو هعمل 8 على جنب. تمام. بحيث دول اللي انا عايز احرقهم اعملهم فحم لو ما لقيناش فحم. وهندوس نعمل واحدة، هندوس نعمل واحدة وهكذا. او لو دوست على زرار شيفت وفضلت دايس ودوست هنا اهو بالشمال هاخدهم كلهم يحولهم لخشب عادي. تمام. دي اول خطوة بنعملها، بناخد الخشب وننضفه ونحول منه 4 خشبات. بعد كده نحط 4 مع بعض يعمل لنا الكرافتنج تيبل او ترابيزة الشغل بتاعتنا اللي احنا نشتغل عليها. الدنيا بدأت تليل واحنا كده هنروح في داهية.
طيب انا هحط الترابيزه عادي بالزرار اليمين زي ما انا بحطه. انا كده اللي عملته ان انا همنع اي مخلوق انه يدخل، وفي نفس الوقت انا هشوف الحاجات اللي بره، بحيث لما النهار يطلع اعرف ان النهار طلع، الميديا بدات تليل اهي، وده معناه ان الكائنات هتبدا تطلع. المهم ان انا ورايا دلوقتي طوبه، الطوبه دي لو انا قعدت اكسر فيها هتاخد فتره طويله جدا، ولو اتكسرت مش هتديني طوب، هتشوفوا معايا اهو، لان انا بكسرها بايدي مش هتديني حاجه. تمام. فالمهم الهدف دلوقتي ان احنا هنعمل ادوات تكسر لنا الطوب بتاعنا. هنعمل كليك يمين على ال التيبل نفسها، الترابيزه اللي احنا بنشتغل عليها، البنش بتاعنا. لو عملنا كليك يمين عليه هيدينا بقى كرافتنج 3 في 3، ده اللي نقدر نعمل منه الوصفات بتاعت المعدات بتاعتنا كلها. هنعمل مع بعض مجموعه معدات خشب، وبعدين بعد كده نتعلم ازاي نطور المعدات ونقويها شويه. اول حاجه عشان نعمل معدات عايزين نعمل عصيان، يعني الستيك العصايه بيتحط 2 بلوك فوق بعض يدينا واحد ستيك. تعالوا نعمل كمان كده 20 واحدة. تمام. ونبدأ نشتغل. عايزين نعمل أول حاجة نعمل ربنا يستر، في صوت حاجة جاية، لا طلع جاموسة، ماشي. المهم هنحط عصايتين كده ونعمل 3 خشبات، ده هيدينا البيك اكس اللي هي اللي بنكسر بيها في بتاعة المناجم دي، معرفش اسمها ايه بالعربي بصراحة، نسيت. المهم ان هي البيك اكس دي اللي بنكسر فيها في المناجم، دي اللي هنكسر بيها البلوكات اللي زي كده. طيب الحاجات الخفيفة اللي احنا بنكسرها بايدينا دي مفيش طريقة نكسرها بيها؟ لا في، لو احنا عملنا جروف. ده رسمة الجروف كده، يدينا شغل جروف. طيب عشان نكسر الخشب والحاجات المكونة من الخشب بنعمل بلطة، بقى طلع أرنب. تمام. طيب عشان نحارب حد بنعمل سيف. تمام. طبعا هو في اتشيفمنت بتطلع لنا هنا مالناش دعوه بيها دلوقتي، في لنا اي هنتكلم عليها بالتفصيل. المهم ان احنا عملنا الاربع ادوات الرئيسيه اللي عندنا في اللعبه. في ادوات تانية هنعملها بعد كده، بس المهم ان هم الاربعه دول الاساسيين بالنسبه لنا، اللي احنا مش هنقدر نعيش من غيرهم، لازم يبقوا موجودين معانا. انا ليا ترتيبهم معينه، طبعا انت من حقك ترتبهم زي ما انت عايز، بس انا بحب ارتبهم كده عشان ابقى عارف على طول ان انا وانا ماشي ادوس 4 يطلع لي على طول الايه، السيف، او 3 البلطه، او 2 الجروف، او واحده البيك اكس اللي هنشتغل بيها. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشتغل. عايزين نحفر، هنحفر كده اهو. ايوه، هو المشكله ان ده تقريبا ده اندوسايت، ده من الحاجات اللي لسه نازله جديده في اللعبه. الاندوسايت ده تقريبا كل استخداماته ديكوريه، ما بيستخدمش معانا في الوصفات، بيتعمل بيه ديكور يعني. فتقريبا انا جبت عرق اندوسايت مش هعرف اعمل بيه اي حاجه، انا اللي محتاجه طوب. نجيب 2 ونكسر الشغل كده. احاول بس اوسع البيت شويه عشان اعرف اتحرك. دي هتبقى المكان اللي احنا هنستخبى فيه لما نعوز. طبعا معلش، هو انا نسيت اقول حاجه، انا مفتح اللعبه جدا، مفتح الالوان في اللعبه عشان نشوف، عشان تبقوا شايفين وانا بشتغل. انما انت لو نزلت اللعبه هتلاقي الالوان بتاعتها غامقه شويه، يعني دلوقتي عشان في الضلمه ممكن ما تبقاش شايف اي حاجه، انما انا عشان انتوا تشوفوني وانا شغال هنبقى مظبطين. مشكله ان احنا جبنا عرق اندوسايت وانا محتاج اوسع، فهضطر اسف ان انا اكسره، مع ان انا مش هستفيد منه اي حاجه، مش هنستخدمه غير لما نيجي نبدأ نعمل ديكور بتاع البيوت. انا عملت مثلا، اخدت يمين وشمال، جنبين يمين وجنبين شمال كده. الحمد لله هو انا مش شايف كائنات او مش سامع اصوات كائنات حية، المهم خير يعني. تمام. طيب واضح ان احنا مش هنستفيد حاجة، برضو اللاير اللي بعدها طلعت اندوسايت. طيب خلونا بقى نجيب الخشب، نجيب الحاجة كده. نصيحة اخوية طبعا، ما تكسرش البلوك اللي انت واقف عليه، عشان ممكن يبقى تحتيه فاضي، ساعات بيبقى فيه كهوف، بتلاقي نفسك وقعت وقعة مش كويسة، يا اما وقعت في وسط كائنات مستفزة، يا اما وقعت وقعة عالية شوية. والواحد لما بيقع وقعات كبيرة بيتعور على حسب دمه بينقص على حسب المكان. تقريبا لو قعد من 24 بلوكاية بتموت، لو حاجة اقل من كده
اعتقد ما بيحصلش حاجه. المهم انا بس عايز شويه الطوب ده ماشي. هحط مكانه عادي، سوري، هحط مكانه عادي عشان ايه، انا مش عايز احفر في الارض قوي دلوقتي عشان ممكن نخبط في تحت ولا حاجه. خلاص تمام، احنا كده جبنا شويه طوب عشان نعمل الخطوه اللي عليها الدور، عشان احنا كده برضو ممكن يطلع لنا وحوش عشان الدنيا ضلمه هنا اهو. الوحوش بتطلع في الضلمه ايا كان الضلمه دي فين. احنا عندنا في البيت دلوقتي الدنيا بتاعتنا ضلمه وممكن الوحوش تطلع لنا. فانا بس هاخد دي واحط مكانها طوب عاديه عشان نبدأ نشتغل. نجيب من 5 ونحط هنا ده البلوك بتاعنا ونيجي هنا. عشان نعمل نور محتاجين نعمل تورشات او يعني مشاعل. التورش بيتعمل بفحم واحنا للاسف ما لقيناش فحم واحنا بنحفر دلوقتي. لو في جبال ولا حاجه جنبنا كان ممكن نلاقي، بس حاليا الفحم جوه الارض بقى، ممكن نفضل نحفر لحد ما نلاقيه. هنتكلم عن المناجم بعد كده وازاي نحفر وازاي نجيب مواد. المهم ان احنا دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل فحم بنفسنا. هنحرق شويه الخشب دول نعملهم فحم، لان احنا اول حاجه هنعمل فرن. الفرن بيتعمل ب 8 طوب، 8 وحدات طوب كده اللي هما كابل ستون ده، ويدينا فرن اهو. ادي الفرن. الفرن عباره عن حته فوق حته تحت، لو دوست عليه باليمين يفتح لك المكان ده، الحاجه اللي هتتحرق وده الحاجه اللي بتحرقها. فهنحط هنا ال8 وحدات خشب اللي احنا عايزين نحرقهم، واي حاجه خشب ممكن تتحرق مفيش مشكله. فاحنا هنحط البيك اكس اللي تعبانين فيها عشان هي خلاص قربت تبوظ. طيب على ما الفرن يشتغل انا عايز اتكلم على الشريط الاخضر اللي بيطلع ده. ده شريط الاستخدام بتاع اللعبه. ادي وحده بتاع الاداه اللي معانا. يعني انا ما استخدمتش دي غير مره واحده بس، فهي مليانه اخضر. كنت مستخدم البيك اكس كتيره فكانت وصلت للاحمر، بتفضل كده لحد ما الشريط يوصل لما فيش خالص وايه وتتكسر الحاجة. ان شاء الله ممكن تحصل مننا واحنا شغالين بعد كده، بس انا حاليا عشان محتاج بس اعمل الحتة اللي هنبات فيها الليل، ويبقى احنا كده بالنسبة لنا خلاص يعتبر عدينا اول ليلة، عشان نبدأ بعد كده نتعلم ازاي نجيب المواد وازاي نجيب الحاجة بتاعتنا. تمام. خلاص احنا جبنا الفحم. نيجي هنا بقى ونشوف ازاي هنعمل مشعل. المشعل عبارة عن حتة فحم واحدة وتحتيها استك بيعملوا 4 مشعل. احنا هنعمل ال4 فحمات اللي معانا كلهم يدونا 16 مشعل. هنيجي نحطه عادي باليمين، بيتحط على الحيطة او على الارض بس مبيتحطش على السقف. لو بتتكسر دوس عليه يتكسر، ندوس عليه باليمين يتعمل، بالشمال يتكسر. انا برضو هحب انور شوية عشان طبعا انا برضو هقول تاني الدنيا هنا منورة عندي، حتى بره اهو في نور باين، بان عشان انا مفتح اللعبة جامد. انت طبعا هتلاقي الدنيا اغمق من كده بشوية. تمام. احنا كده يعتبر عدينا اول ليلة، وممكن نطلع. ده سكيلتون ده بيضرب اسهم. طب انا اسف هيجي يضربني، يا رب الشمس تطلع وتخليه يموت. طيب المهم مالناش دعوه بيه دلوقتي. خلينا احنا دلوقتي عملنا الادوات اللي عندنا كلها استهلكناها، حرقناها. هنعمل ادوات جديده، بان انا الاول حاجه هعمل 3 4 5 20 وحده عصيان، وهحط هنا ونعمل مع بعض نفس اللي احنا عملناه، بس المرة دي هنعملها بالصقر. يعني لو عملت 3 وحدات كده هيبقى عندنا ستون بيك اكس، اسمه ايه ده، بيك اكس ستون، وعندنا شافل، وعندنا اكس اللي هي بلطة، وعندنا سوري السيف بيحتاج واحدة بس، وعندنا ستون سيف. وانا كده عملت نفس الادوات بتاعتنا. الحاجات دي ميزتها ان هي هتبقى اسرع. يعني لو جربنا مع بعض نكسر حته بلوكايه هنشوف هتبقى سريعه ازاي، عشان انا عملتها ستون خلاص. وفي نفس الوقت هتلاحظوا ان انا عملت 10 وحدات، يعني دول كام، 7 وحدات، وال7 وحدات دول ما قللوش قوي زي ما كان الخشب لما كنا مثلا عملنا بيها الحته دي كان خلاص تقريبا نصها راح. تمام. طبعا المشكله ان الاخ ده في الميه والشمس ما متاثرش فيه طول ما هو في الميه. ده بيضرب. طيب
المهم انا هحاول اطلع من الحفرة دي، بس ان شاء الله الحلقة الجاية بقى، عشان انا كده يعتبر عدينا اول ليلة. ادي الشمس طلعت ولا ليه؟ تعالوا يا جماعة نروح نموته قبل ما الشمس تطلع، نبقى عملنا حاجة مفيدة. ده بيضرب اسهم، فالهدف من ان احنا نروح يمين وشمال، بس احنا جوه المية هنبقى بس الحمد لله موتناه. بنضرب في الشمال، بنعوم عادي بالمسافة، طول ما انت دايس على المسافة طول ما هو بيعوم. تمام. هنرجع تاني الحفرة بتاعتنا ونحط البلوكاية اللي احنا حطيناها قدام حفرة. وقبل ما نرجع نلغي الحلقة، نقفل الحلقة قبل ما نخلص الحلقة. معلش معلش، بس الأذان بيدن وأنا عايز أقوم أصلي، فعشان كده بتكلم بسرعة. قبل ما نقفل الحلقة ونخلصها، عايز بس أوريكم الحاجات الأساسية زي الخاصة باللعبة. احنا قلنا الزراير 1 2 3 4 بتتحرك عادي. F1 بتاع اللعبة ماشي، بيخلينا نشيل الحاجات اللي بيخليك كأنك بتتفرج على اللعبة من بعيد، يعني يشيل لك الحاجات اللي في ايدك. وF2 بياخد سناب شوت، بيسجل صورة اللي انت فيه ده، صورة JPG، بيحطها في مكان في الفولدر بتاع اللعبة اهو، بيعمل صورة JPG. والF3 بيطلع لنا شوية معلومات كتير هنتكلم عليها بعدين. تمام. بس المهم ان هي بيطلع لنا ملخص معلومات اللعبة. F5 بيغير النظرة بتاعتنا، يعني F5 ده هيخليني واقف من ورا أليكس اللي انا بلعب بيها اهو البنت. وF5 تاني خلينا من وشها، هاي ازيكم عاملين ايه، انا أليكس. والتالت مرة، هما 3 مرات بيخلينا نظبط. فاحنا عادي ممكن نشوفها تمشي، بس طبعا مش هنعرف نعمل اي حاجة لو احنا بنتحرك بالطريقة دي، عشان تقريبا انا كده بدوس يمين بيروح شمال. طيب المهم دي أليكس اهي. انا برضو كنت عايز اوريكم لما بندوس شيفت هي بتوطي، اللي هي بتخلي خلاص اوكي. دوست شيفت كتير، انا اسف خلاص انا اسف. دوست شيفت كذا مرة، فالجهاز بيسألني انت عايز تدوس شيفت ولا لا. خلاص احنا كده يعتبر النهار طلع. انا تقريبا النهار راح مني اساسا، وشكلي هبات هنا برضو ليلة كمان في الحفرة دي. وبعدين نطلع مع بداية النهار الجديد نشوف هنعمل ايه في الدنيا. احنا بدأنا نجوع اهو، ربنا يستر ونلاقي طبعا حاجات بره كتير ممكن ناكلها، مفيش مشكلة، بس هنجيبها ونعملها ان شاء الله. كل ده هيبقى الحلقات اللي جاية، وبإذن الله ربنا يكرمنا ونمشي مع بعض واحدة واحدة لحد ما نتعلم اللعبة دي ونبقى محترفين فيها بإذن الله. يلا سلام عليكم.